حاجة واحدة بس هتعرفي منها البيتزا بتاعتك ناجحة ولا لا. انا جبت معايا نص كيلو دقيق، معلقة ملح ومعلقة زعتر، ومعايا هنا كوباية مية وكيس خميرة فورية. حطيت على كوباية المية معلقة سكر وكيس الخميرة وسبتها وقلبتها كويس وسبتها 5 دقايق. اعمل تيست الخميرة، اتاكد ان هي شغالة. عملت فوق شغالة، ابدا احط المية واعجن واحدة واحدة. مش هحط المية كلها مرة واحدة، لا انا هعجن واشوف هل الدقيق محتاج تاني ولا لا، لان ممكن الدقيق اللي معايا ما يحتاجش ميه كتير، الدقيق اللي انت بتعملي بيه يحتاج ميه اكتر. فانا بعجن وبشوف الدقيق تشبع من الميه ولا لا. هفضل اعجنها لحد ما تتكون معايا كرة ناعمة ملساء. هحط فيها بعد ما تتعجن وتتلم معايا، هحط فيها معلقة زيت واغطيها بستريتش راب او بغطا حلة. واغطيها مثلا بفوطة مطبخ واحطها في بوتاجاز، في فرن البوتاجاز علشان تخمر. بعد ما خمرت حطيتها تقريبا ساعتين، طلعت بالشكل الحلو ده. العجينة طول ما انت بتشديها وتمط معاكي كده ما تتقطعش، اعرفي ان الجلوتين اشتغل والعجينة كويسة. هقطعها 3 كور متساوية او على الاقل متساوية، او اي حاجة انت عايزاها. لو عايزاه 2 كبار واحدة صغيرة، 2 صغيرين واحدة كبيرة، اللي انت عايزاه. وهبدأ احطها تخمر للمرة التانية. المفروض اسيبها 10 دقايق 15 دقيقة، انا هنا سبتها وقت زيادة شوية. طلعت بقى، بدأت اجهز الصينية بتاعتي. جبت الصينية مرشش عليها رشة سميد، ممكن ما ترشيش عليها رشة سميد، ترشي دي ممكن تحطي نقطة زيت بس. بدأت افرد البيتزا، والفرد هنا زي ما انت بتحبيها. لو انت بتحبيها سميكة افرديها سميكة، لو انت بتحبيها رفيعة افرديها زي ما انا بعملها كده. ساعات بفردها كلها بسوا بعضها. تبقى البيتزا كلها يعني مفيش فيها اطراف مثلا سميكه لا، البيتزا كلها سوا واحد ورفع واحد. انا بحبها من جوه رفيعه جدا ومن الاطراف تبقى تخينه شويه. بدات افردها بالشكل دوت، وبدات احط عليها صلصه بيتزا عملتها وانا مستنيه العجينه تخمر. هبقى انزلها بطريقتها. قالت معايا هنا شويه ستريبس، تقدري تحطي التوبنج اللي انت عايزاه على الوصفه بتاعتك. حطيت هنا صلصه الطماطم، بعدين حطيت الستريبس. حطيت عليهم شويه زيتون. طبعا في ناس البيتزا عبارة عن جبنة موتزاريلا، براحتك، عندك حطي، ما عندكيش الا شويه صغيرين ما تحطيش غير شويه صغيرين. انا ما كانش عندي غير الحبه دول حطيتهم، مفيش اي مشكله. مش لازم اللي بيمط ويشد ويعمل الجبنه، لكن اللي بيخلي الطعم حلو هو العجينه اللي انت عاملاها مظبوطه. تمام. سخنت الفرن لما بدات افرد البيتزا، سخنت الفرن على اعلى حراره، وحطيت البيتزا في رف الفرن اللي تحت على النار مباشره. طلعت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. البيتزا رفيعه جدا جدا جدا. مهما كلتي منها مش هتلكمك وتحسسك ان انت مكتومه، لا. تعرفي ان البيتزا ناجحه اول ما تشوفي فقاقيع الهوا دي في اعرفي ان هي ناجحه بنسبه 100%.